ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. هلت بقى روايح الشهر الجميل. تعالوا نعمل بقى مع بعض العصاير اللي نسهل بيها على نفسنا وقفة المطبخ، عشان نبقى فاضيين بقى للصلاة والعبادة، لان الشهر ده مش شهر اكل وشرب يا جماعة. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي مع بعض. ده عندي برتقان بلدي، لازم يبقى بلدي لان البلدي معروف بتاع العصير بيبقى كله مية. دول 3 كيلو من البرتقان. هحط عليهم اي كمية انا عايزاها من الجزر، كيلو او 2 او 3 زي ما احنا حابين هنحط. بعد كده هبتدي بقى انا طبعا مغسله الجزر ومقشراه. ابتديت ان انا اقطعه زي ما انتم شايفين كده، قطع مش كبيره ومش صغيره، يعني تقطيع عشوائي كده. جبت حله بقى وحطيت الجزر زي ما احنا شايفين كده، بياخدش معانا وقت خالص يا جماعه. احنا هنسلق هنا الجزر. ممكن كمان اللي حابب ما يسلقش الجزر وحابب ان هو يبشره ويعمله بنفس الطريقة يعمله. احنا بقى هنا هحط عليها مية. انا حطيت مية مغلية بس عشان الموضوع يخلص معايا بسرعة. حابين مية من الحنفية عادي، مفيش اي مشكلة. هنقشر بقى البرتقان التقشير العادي بتاعنا زي ما احنا عارفين. بس انا حسيت ان انا لما قشرته كده ابتديت ان انا اشيل بقى القشرة البيضة دي، ضايقتني وخدت مني وقت بصراحة. حاولت ان انا اقشر بطريقة تانية بحيث ان هي تسهل عليا الموضوع وما ازهقش، عشان لو كمية كبيرة تخلص مني في وقت بسرعة. قطعت بقى الدايرة بتاعة البرتقانة من فوق، ابتديت انزل بالسكينة واحدة كده، واحدة واحدة كده لغاية تحت زي ما احنا شايفين. بصوا، تطلع بكل سهولة وبتشيل معاها كمان القشرة البيضة اللي تحت وما بتاخدش مني وقت خالص. احنا دايما بنحاول الحاجة اللي بتسهل علينا المواضيع يعني ايه نعملها عشان نخلص بسرعة ما ناخدش وقت في المطبخ. بصوا، ما بنزلش السكينة للآخر عشان ما تفتحش معايا البرتقانة وتنزل مني مية بقى ونبهدل الدنيا. طبعا لو بشرنا الجزر مش هيتسلق، هيتحط على طول في الكيس مع البرتقان ويبقى جاهز معايا. بصوا الجمال، ما شاء الله. العصير ده مفيد جدا، يعني رمضان او غير رمضان طول ما موسم البرتقان موجود والجزر نحاول نعمله لاولادنا كتير، لان هو فعلا عصير مفيد جدا. هنا بقى انا قشرت الكمية كلها زي ما احنا شايفين، وهبتدي بقى اقطعها معاكم. بصوا، انا همسكها بقى اقطعها شرايح كده. في ناس على فكرة بتفرز البرتقان زي ما هي مقفولة كده، بس الموضوع بياخد وقت في يعني لما اجي اطلعه بقى عشان اعمله عصير بياخد مني وقت بقى على ما يفك معايا، لانها بتبقى متلجة وبتغير لونها وبتغير طعمها، مش زي ما بيكون الحاجة يعني فريش. وبعدين احنا مش هنعمل الكمية يعني كل العصاير بتاعت رمضان بقى هتبقى برتقان بالجزر. احنا بنعمل بس ايه كميات اللي بيها نوفر على نفسنا وقت ومجهود، وفي نفس الوقت طبعا حاجات بتبقى موفرة وانضف من العصاير اللي هي المصنعة اللي بره يعني. تمام كده. فراولة برضو موجودة، والفراولة طريقة تفريزها سهلة جدا. ان احنا هنجيب الفراولة ونغسلها ونشيل اللي هي الوردة بتاعتها اللي فوق دي، وهنحطها في الكيس بتاع التلاجة وهنحطها كده وبس كده. اول ما هنطلعها بنحط عليها المية والسكر وهتبقى جاهزة معانا. هنا بقى الجزر بتاعي كان اتسلق وابتديت ان انا ايه اوريه لكم. بصوا بقى، شوفوا طريقة التسوية بتاعتها. هي مش يعني مش مستوتش جامد لدرجة ان هي تتهري معايا. هي خلي بالكم ان احنا هنحطه في الفريزر. كمان الفريزر بيبقى فيه نسبة تسوية للخضار بتاعي او الفاكهة بتاعتي اللي انا بحطها. حلو كده. هحط بقى في الكيس الكمية اللي انا محتاجاها او الكمية اللي هتكفيني. كده كانت تمام قوي. يعني الكمية دي تعمل لي الشفشق بتاع الخلاط ده هيبقى تقيل ومش خفيف مني خالص. ببتدي بقى ارص البرتقال. انا ما برصش، يعني بحط بطريقة عشوائية وبنزل عليه بشوية جزر. بقى في نسبة وتناسب كده عشان يبقى اللون ايه، واللون والطعم معايا حلو يعني. يعني حاجة يبقاش مثلا طعم فيهم اكتر من التاني. انا بقى بعد ما حطيت الاكياس بتاعتي كنت سايبه شويه في الطبق كده، قلت اعملهم معاكم العصير. فحطيت عليهم ميه وسكر وابتديت اضربهم بقى بس في الخلاط، مش اكتر من كده. هبتدي بقى اصفيه. طبعا البرتقال معمول زي ما هو، فاكيد بيطلع منه بقى الشوايب اللي هي البيضه اللي بين كل فص برتقال والتاني.
فلازم ان انا اصفي البرتقال. شايفين الجمال واللون والريحة والطعم؟ بجد والله كان حلو جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوناش بقى في اللايك والشير، وكل سنة وانتم بألف خير وصحة وسلامة يا رب.